بيبدأ الفيلم بمشهد في الفضاء في مركبة فضائية تابعة لشركة أبحاث كبيرة بترجع للأرض وهي شايلة 4 كائنات فضائية غريبة جدا اسمها سيمبيوت. الكائنات دي بتعيش عن طريق إنها ترتبط بكائن حي تاني وتتحكم فيه كلية، لكن أثناء الرجوع بيحصل خلل مفاجئ. واحد من الكائنات بيهاجم طاقم السفينة كله والفوضى بتنتشر في السفينة الفضائية لدرجة إنها بتفقد السيطرة وبتتحطم في ماليزيا، وبينجو شخص واحد بس ومعاه واحد من الكائنات دي، بينما باقي الكائنات بيتم استرجاعهم ونقلهم لمعامل الشركة في أمريكا. صاحب الشركة كارلتون دريك بيكون مقتنع إن مستقبل البشرية في خطر بسبب زيادة السكان وقلة الموارد، فبيشوف إن الحل هو دمج البشر مع الكائنات دي عشان يقدروا يعيشوا في بيئات صعبة زي الفضاء. لكن المشكلة إن معظم التجارب بتفشل لأن جسم الإنسان مش دايما بيتقبل أي كائن، فبيموتوا بعد وقت قصير. ومع ذلك دريك بيكمل تجاربه من غير أي رحمة ويستخدم ناس مشردين كفئران تجارب من غير ما حد يعرف. في نفس الوقت إيدي بروك بيكون صحفي جريء شغال في قناة معروفة وشغله كله قائم على إنه يفضح الناس الفاسدين، وبيكون عنده برنامج خاص بيه وحياته ماشية كويس جدا، خصوصا إنه مرتبط بآن اللي شغالة محامية في شركة قريبة من دريك. لكن فضول إيدي بيوقعه في مشكلة كبيرة لما ياخد معلومات من لابتوب آن عن دريك ويواجهه بيها في مقابلة مباشرة، وده بيغضب دريك جدا وبيستغل نفوذه علشان يدمر حياة إيدي، فبيطرد من شغله. وآن كمان بتسيبه لأنها حست إنه خان ثقتها، وبيلاقي نفسه فجأة خسر كل حاجة، شغله وحبيبته. تمر شهور وإيدي بيبقى عايش حياة صعبة جدا، شغلانات صغيرة ومفيش مستقبل واضح، لحد ما عالمة اسمها دورا سكريث بتتواصل معاه في السر لأنها اشتغلت مع دريك وشافت بعينيها التجارب اللي بيعملها على البشر، وبتبقى مرعوبة من اللي بيحصل وعايزة تكشف الحقيقة. فبتدخل إيدي المعمل. جوه المعمل إيدي بيشوف ناس محبوسين بيتجرب عليهم الكائنات، ومنهم واحدة ست يعرفها من الشارع كانت مشردة بيحاول يساعدها، لكن الكائن اللي جواها بيتنقل له هو. ومن اللحظة دي كل حاجة بتتغير. إيدي بيهرب من المعمل وهو مش فاهم ايه اللي حصل، لكنه بيبدأ يحس بتغيرات غريبة جدا في جسمه، قوة غير طبيعية، سرعة وقدرة على الشفاء، وكمان بيبدأ يسمع صوت بيتكلم جواه. الصوت ده بيكون فينوم، الكائن اللي دخل جسمه. وفي الأول العلاقة بينهم بتكون فوضوية جدا، إيدي خايف ومش فاهم، وفينوم بيتصرف بعنف وغرائز بدائية، بيطلب أكل غريب وبيهدده. لكن مع الوقت بيبدأوا يتفاهموا. فينوم بيشرح له إنه من كوكب تاني وإنه محتاج جسم متوافق علشان يقدر يعيش. نرجع للكائن اللي هرب في ماليزيا. الكائن ده بيكون اتنقل من كذا شخص لحد ما بيوصل لأمريكا، وبيسيطر على جسم واحد من أقرب الناس لدريك، وده الكائن الأقوى فيهم واسمه رايوت. وبيكون هدفه إنه بيجيب باقي السيمبيوت للأرض علشان يحتلوا الكوكب، لأنه شايف البشر كائنات ضعيفة تستحق الإبادة. دريك من ناحيته بيكون بدأ يشك إن إيدي أخد واحد من الكائنات، فبيبعت وراه ناس عشان تمسكه. وبيحصل أول ظهور حقيقي لقوة فينوم لما ينقذ إيدي من الموت بطريقة مرعبة، ويظهر شكله الكامل لأول مرة، كائن أسود ضخم بأسنان حادة جدا ولسان طويل قوي، وبيكون مشهد صادم للكل. ومن هنا إيدي بيبدأ يدرك إنه بقى جزء من حاجة أخطر بكتير مما كان متخيل. إيدي بيحاول يتخلص من فينوم ويروح لآن اللي بقت مع شخص تاني، وبتحاول تساعده طبيا، لكنهم يكتشفوا إن كائن مرتبط بيه جدا وإزالته ممكن تقتله. في نفس الوقت الشركة بتقرب منهم وبيتم القبض على إيدي، وبيتم فصل فينوم عنه مؤقتا، وده بيخلي إيدي ضعيف جدا لأنه اتعود على قوته. لكن فينوم مش بيستسلم وبينتقل مؤقتا بين كذا جسم لحد ما بيوصل لآن نفسها، وده بيخلق لحظة غريبة جدا لما آن تتحول لنسخة من فينوم وتنقذ إيدي، وبعدها فينوم بيرجع له تاني. وهنا العلاقة بينهم بتوصل لمرحلة تانية خالص فيها نوع من التفاهم، خصوصا لما فينوم بيعترف إنه على كوكبه كان ضعيف ومش مهم، لكن مع إيدي بقى أقوى وبقى يحس إن ليه لازمة، وده بيخليه يغير رأيه عن تدمير الأرض. في نفس الوقت رايوت يكون بيسيطر على دريك وبيقرر ينفذ خطته، وبيوصل لصاروخ جاهز للإطلاق عشان يرجع الفضاء ويجيب باقي السيمبيوت، وده بيخلي الوقت محدود جدا، وإيدي وفينوم بيقرروا يوقفوه بأي ثمن. المواجهة الأخيرة بتكون ضخمة وعنيفة جدا، فينوم ضد رايوت. الاتنين بيغيروا أشكالهم ويستخدموا قدراتهم بشكل كامل، معركة فيها تدمير وانفجارات. وفي لحظة رايوت بيكاد ينتصر
منتصر، لكن ايدي بيستخدم ذكائه مش بس القوة، بيستغل نقطة ضعف السيمبيوت اللي هي الحرارة والصوت، وبيتمكنوا في النهاية من تفجير الصاروخ وقتل رايوت ودريك معاه، وبيمنعوا الغزو من قبل ما يبدأ. بعد المعركة فينوم يبان كأنه ضحى بنفسه، وايدي بيفتكر انه خلاص اختفى، لكن الحقيقة انه لسه موجود جواه وبيظهر له تاني. وهنا الاتنين بيوصلوا لاتفاق انهم يعيشوا مع بعض ويستخدموا قوتهم بشكل مقبول، يعني يهاجموا المجرمين والناس الوحشة. بس ايدي بيرجع لحياته كصحفي مستقل، لكن بقى شخص مختلف تماما لانه مش لوحده، وفي مشهد اخير بيقابل مجرم خطير في السجن، وده بيمهد لتهديد جديد في المستقبل. لكن الرسالة الواضحة ان ايدي بقى عايش مع وحش جواه، والوحش ده مش شر خالص ولا خير خالص، لكن العلاقة بينهم هي اللي بتحدد هم هيبقوا ايه. وبكده بنوصل لنهاية الفيلم. استنونا في جزء جديد وفي فيلم جديد، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك القناة علشان يوصل لكم كل جديد.